الموبايل اللي هنتكلم عنه النهارده بسعر رخيص جدا للناس اللي عايزه ارخص موبايل يمشي الدنيا، تقدر تشوف عليه فيديوهات، تفتح فيسبوك، يوتيوب، مكالمات، العاب خفيفه وكل الكلام ده. اعمل لايك واشتراك، عايزين نوصل 200,000 في نهايه السنه الجديده. ويا اهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناه موبي سي. احنا النهارده هنتكلم عن هاتف ايتل زينو 10. هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف، المميزات، العيوب، السعر، وكمان المقارنه اللي هتكون في النهايه. اعمل لايك واشتراك ويلا بينا نبتدي. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع أفضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. نشوف أول حاجة تصميم الهاتف. وتصميم الهاتف هنا يعتبر كويس، شكل الآيفون كده، يعني التصميمات اللي هي الهواتف الاقتصادية، فهو تصميم كويس يعني بالنسبة لأن الهاتف اقتصادي ورخيص. طبعا خامات الهاتف هنا كلها بتيجي من البلاستيك. وعلى طول نخش على الشاشة اللي هنا جايب حجم 6.6 بوصة، جودتها HD بلس وبدقة 1612 في 720 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 267 بكسل لكل انش، والشاشة نوعها IPS LCD ومعدل التحديث 60 هرتز. والشاشة هنا الصراحة تعتبر كويسة. الصراحة كنا نتمنى لو كانت 90 هرتز زي المنافسين، ولكن هاتف في السعر ده من أرخص الهواتف في العالم، فيعتبر الشاشة بالنسبة لي كويسة. كنا نتمنى تكون 90 هرتز ولكنها تعتبر كويسة ومناسبة. نتكلم بقى عن اداء الهاتف او المعالج. والمعالج هنا هو اليونيسيك T603 اللي بيجي بدقة تصنيع 12 نانو. والمعالج هنا اداؤه متواضع. ازاي؟ يعني ما تتوقعش منه اداء كبير ومش عارف ايه، لا ده الطبيعي ان هو اداؤه عادي. انت بتشتري هاتف من ارخص الهواتف في العالم، فهو يقدم لك حاجة مناسبة بالنسبة للسعر اللي انت بتدفعه. هيقدم لك اداء كويس في التصفح، في المهام اليومية، مكالمات، مشاهدة يوتيوب، فيسبوك، العاب خفيفة. فهو مناسب الصراحة على فئة وسعر الهاتف. الموبايل اكيد في السعر ده مش هتاخد منه اكتر من كده، فانا شايفه الصراحة مناسب جدا يعني. الجهاز بيجي بنسختين، الاولى 64 جيجا مع 3 جيجا رام، والتانية 64 جيجا مع 4 جيجا رام. والجهاز هنا بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي. الجهاز جايب 2 كاميرا خلفية، الأولى 8 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية، والكاميرا التانية للذكاء الاصطناعي. وكاميرا الهاتف الأمامية بتيجي 5 ميجا بكسل. بطارية الهاتف هنا جايب حجم 5000 ملي أمبير. بطارية حجمها كويس وكبيرة، وهتاخد منها أداء كويس في اليوم بتاعك، وهتقضي معاك اليوم. وهي بتدعم الشحن العادي بقوة 10 واط، ما بتدعمش الشحن السريع، وده طبيعي جدا على الفئة دي. الهاتف هيجي باندرويد 14 وما بيدعمش NFC، وده طبيعي. الهاتف بيدعم منفذ السماعات. منفذ الشحن بيجي من نوع تايب سي. سماعات الجهاز ما بتدعمش الاستيريو، ودي حاجة طبيعية. الوان الجهاز هم الاخضر والبنفسجي مع تدريجات كده في الالوان. والجهاز بيدعم البصمة وموجودة فيه زرار الباور. معلش ثانية من وقتك، وقبل ما نخش على المميزات والعيوب والسعر وكل الحاجات الباقية، معلش ثانية من وقتك اعمل اشتراك لقناة موبي سي. احنا بنتعب جدا علشان نقدم لكم المحتوى ده، وبياخد وقت ومجهود، فاللايك بتاعك والاشتراك مش هياخد منك ثواني، ولكن هيفرق معانا جدا. ويلا بينا نكمل. طيب نتكلم عن مميزات الهاتف. المعالج هنا الصراحة كويس ومناسب جدا، وهيقدم لك أداء كويس على الفئة دي. البطارية كبيرة وهتاخد معاك وقت كويس، أو هتقعد معاك وقت كويس يعني في اليوم بتاعك. طيب بالنسبة للعيوب، الصراحة هو مش عيب قوي. الشاشة مناسبة وكويسة، ولكن كنا نتمنى تكون 90 هرتز زي المنافسين، لكن زي ما قلت في السعر ده ما تعتبرش عيب كبير يعني. طيب خلينا دلوقتي بعد ما شفنا كل مواصفات الهاتف، وقبل ما نخش على المقارنة اللي هتكون في النهاية، نعرف الأسعار. بس خد بالك إن كل الأسعار دي أسعار متوقعة. الأسعار دي لنسخة ال 64 جيجا مع 4 جيجا رام. الهاتف نزل رسميا في الهند بسعر $75. السعر المتوقع في مصر 4200 جنيه. السعر المتوقع في السعودية 300 ريال. طيب كده كويس قوي، بس لو الجهاز ده مش عاجبني، ايه بقى المنافس بتاعه؟ هقولك عندنا هاتف الهونر X5B. الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف الايتل زينو 10. فاحنا هنخش على مقارنة سريعة بين الجهازين، ولكن قبل المقارنة حابب اقولك ان احنا في القناة هنا عملنا مراجعة لهاتف الهونر X5B. لو انت تحب تشوفها هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. احنا اول حاجه هنقارن المعالجات، وهنا معالج ايتل هو يونيسيك T603، ومعالج هونر هو الميديا تك هيليو جي 36. وهنا ما تلاقيش اختلافات كبيره، والاتنين يعتبر ادائهم زي بعض مع تفوق بسيط لمعالج الايتل.
الاتنين جايين بشاشة اي بي اس ال سي دي جودة اتش دي بلس، ولكن ايتل 60 هرتز وهونر 90 هرتز، وهنا هونر تتفوق. ايتل بيجي ببطارية 5000 ملي امبير وهونر 5200 ملي امبير، وهنا هونر تتفوق، والاتنين بيدعموا الشحن العادي بقوة 10 واط. تعالوا نشوف فرق السعر ما بين الجهازين، مع العلم ان سعر ايتل ده متوقع، انما سعر هونر في مصر ده رسمي. سعر ايتل المتوقع نسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام 4200 جنيه، سعر هونر في مصر نسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام 4400 جنيه. قبل بس ما تقفل الفيديو هسألك سؤال على السريع، قول لي تحت في الكومنتات انت بتفضل شركة ايه، وايه السبب اللي مخليك تفضل الشركة دي. يعني لما بتروح تشتري هاتف ايه اول شركة بتيجي في بالك ان انت عايز تجيب منها؟ هستني ردودكم في التعليقات. في نهاية الفيديو لو عندك اي هاتف معين محتاج ان احنا نعمل له مراجعة اكتب اسمه في التعليقات، ومستني رأيك في هاتف ايتل زينو 10. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة.